ولكن كيبقى بدنيا اظن بان بعد التوقف صعب جدا خصوصا ملي كيزيد في الوزن ما كيبقاش كيجي يتمرن لان غالبا ما نضبطش التمرين وانا حسنا في الحاله دي لانه فرق المغرب الفاتي باش نكمل كيبقى فيه شويه ديال المراره ما وقفش على واحد فرق المغرب الفاتي مجموعه فرق المغرب الفاتي متكامل ولكن حنا اكيد بانه اي واحد برز وبان له الفضل ديال فرق المغرب الفاتي عليه ولكن خصو يحافظ على هذا الشيء باش يزيد يكمل اكثر باش يمشي للمنتخب ويمشي ما هو اكثر ولكن هذا العيب ديال اللاعب المغربي بصفه عامه اللي كيوصل ما تيبقاش اللاعب شحال لاعب شتو البلاد حتى اليوم اكيد بانه تستمر هذا الضغط قام تصرفات سلوكيه حنا عندنا لجنه تدريبيه عندنا قانون داخلي غادي القانون الداخلي ولكن كيفاش القانون الداخلي ماشي غادي يمنعوا من اللاعب من التمارين لان حنا ما بغاوش نفقدوا اللاعب لانه لاعب له مستقبل له لاعب هو يمشي للمنتخب الوطني وحنا ما قدرناش نحرموا اللاعب من كل ما هو تقني في السلوكات اللي ممكن نربيه بها بطريقه اخرى ان شاء الله باش يرجع للسلوكات اللي تنطلبوا احنا فيها الانضباط فيها عدم النرفزه ولكن في نفس الوقت يتبع المسار ديالو الكروي لان كون جيت نكون حقود ونتبع غادي ما نلعبوش شكون اللي غادي يبان